المخدرات مش مجرد حاجة بتنشط ولا وسيلة للهروب من الواقع. المخدرات طريق مختصر بس نهايته دايما خسارة. بتبدأ بفضول وبتنتهي دايما بخسارة. خسارة فلوس، خسارة صحة، وخسارة كرامة. الفلوس اللي بتتعب فيها سنين بتروح في لحظات، والصحة اللي ربنا اداها لك أمانة بتدمرها بإيدك. مخدر زي الشابو، معمول في الأصل علشان الحيوان بيدخل جسم الإنسان فبيحوله لشخص تاني خالص. لا عقل ثابت ولا كرامة محسوبة ولا تصرفات محسوبة، ولا ليه قيمة قدام الناس ولا ليه قيمة قدام نفسه. المتعاطي بيخسر احترامه، بيخسر أهله، وبيخسر مكانته، ودايما بيبقى في حالة هطر، كلمة هنا ونظرة هناك، والناس كلها بتبقى شايفينه وللأسف هو مش شايف نفسه. المخدرات مش رجولة ولا شطارة، المخدرات ضعف ونهاية موجوعة. النجاة الحقيقية مش انك تجرب وترجع، النجاة انك ما تبدأش من الأساس. ربنا رب يحفظ أولادنا من كل مكروه وسوء. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من غيرنا. ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.